وصحبه أجمعين. يا صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين، يا مساء الشوكولاتات والعسليات على أجمل متابعين. صباحكم ورد، صباحكم فل، ومساءكم عطر بذكر الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. بحبكم كتير في الله يا عيلتي التانية، عيلة أم منى على اليوتيوب. اللي النهاردة صغيرة إن شاء الله بكرة هتكبر بيكو. أيوة هتكبر بيكو يا جماعة الخير، بحبكم ليا بدعمكم ليا. قناتي هتكبر وعيلتي هتكبر، وإن شاء الله عندي أمل في ربنا ثم فيكم إن عيلتي هتكون أكبر عيلة على اليوتيوب إن شاء الله. أمل في ربنا كبير يا جماعة، وفيكم يا جماعة الخير. زي ما انتم شايفين بتعمل لنا ايه النهاردة يوم منا. النهاردة يا غاليين هنعمل عيش كايزر، وهنعمل صميت تمام اللي هو العيش الفينو. هنعمل عيش فينو وعيش كايزر، وهنعمل كمان كبدة اللي هي كبدة العربيات، بس هنعملها في البيت بتكات وحركات ممنة. بنعجن العيش الفينو زي ما انتم شايفين. معايا ده كيلو من الدقيق يا جماعة. كيس خميرة، معلقة خميرة يعني خميرة فورية، حطيت عليها معلقة سكر، حطيت عليها ملح، ودوبتهم في بعض يا جماعة. أيوة مش بيعمل حاجة الملح، دوبيه معاهم، ما يعملش أي حاجة للخميرة. دوبتهم مع بعض يعني لما اخمروا كده، يعني لما يعني الكوباية تتعبى، وبعدين ننزل بيها بقى على الدقيق ونعجن زي ما انتم شايفين. وكمان حطيت معلقة خل يا جماعة، يعني معلقة الخل دي محسن للخبيث تمام. ومعلقتين طبعا زيت عشان العجينة تكون دافية معايا. شايفين العجينة عجنتها وبقت معايا جميلة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا مش هخمرها، بس يا دوب ريحتها 10 دقايق. وهقطع كل العجين بتاعي. هنقطع العجين بحجم الرغيف اللي احنا عايزينه، كبير صغير وسط. دي مسألة اختيار ليكي انت يا ست الكل زي ما انت عايزة. زي ما انتم شايفين انا بقطع بقى كده في العجينة بتاعتي، هقطعها كلها جنب مني. وبعدين بقى هشكل العيش الفينو بتاعي زي ما انا عايزه تمام. وهعمل كمان العيش الكايزر زي ما انتم شايفين. يا ريت بقى اللي يفوت على قناتي لاول مره ويشوف محتوايا ومحتوايا يعجبه، ينزل يدوس على زر الاشتراك اللي هو باللون الاحمر ويفعل الجرس، يختار كلمه الكل عشان خاطر اي فيديو اعمله يروح لكم بيه اشعار وتشاهدوه. فضلا وليس امرا يا غاليين بالله عليكم. نفسي بقى قناتي تكبر، نفسي يعني عيلة ام منى تكبر يا جماعه. همتكم معايا بالله عليكم، شاهدوا الفيديوهات، حطوا اللايك الكومنت الجميل بالله عليكم يا جماعة الخير. واللي يقدر يشير الفيديو بالله عليكم، يعني لو تقدروا تشيروا الفيديوهات بتاعتي شيروها. نفسي فيديوهاتي كده كل الناس تشوفها يا جماعة، نفسي القناة تعلى. فمش هتعلى بقى غير بوقفتكم معايا، فبالله عليكم وقفتكم معايا يا غاليين. زي ما انتم شايفين بقطع بقى كده لكرات يعني كده، يعني متوسطة، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، زي ما انتم شايفينها بالشكل ده. وانا مش هسيبها تخمر يا جماعة. ما خمرتش في البولة ولا مش هخمر دلوقتي، لا. هنشكل العيش الفينو بتاعنا على طول وهسيبه يخمر. هخمر مرة واحدة، يعني مش شرط تخمري مرتين، مش لازم. هخمر مرة واحدة وهتشوفوا العيش بتاعي ممنة، هيطلع معاكم هش وجميل. ومفيش بعد كده، هخمر مرة واحدة اللي هي على السجان تمام. وبعد بقى ما اخلص العيش اللي هو الفينو بتاعي والعيش الكايزر يا جماعة الخير، هنعمل زي ما قلت لكم كبدة العربيات. هعملها لكم جميلة جدا، يعني تعملي الحاجة في البيت احسن ما اولادك يشتروها من بره. وكمان يعني مش هتكلفك كتير زي ما تروحي بقى تشتري الرغيف ب5 جنيه، ويكون حاطين فيه يعني مش حاطين فيه كتير، ويبيعوهولك ب5 جنيه ب10 جنيه. في كمان محلات بتبيع الرغيف ب15 جنيه. لا ده احنا هنعمله في البيت بأقل التكلفة، وهيعطيكي يعني كمية كبيرة من السندوتشات. وكمان هيوفر معاكي في كله، يعني اقتصادي حاجتك تعمليها بقى في البيت احسن ما تشتريها من بره. زي ما انتم شايفين بسم الله، اول رغيف بقى شكلناه اهو. تظبطي بقى شكل الرغيف بتاعك عشان يكون يعني شكل اللي هو الرغيف الفينو تمام. تعمليه كويس كده زي ما انتم شايفين. بنفرد العجينة وبنلفها رول بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبعدين بربرومها كده على الرخامة زي ما انتم شايفين يا غاليين اهو. شايفين اهو تمام يا ممنة ما شاء الله. بعد بقى ببرمها بشكل الرغيف، يعني تديها شكل الرغيف الفينو اهو زي ما انتم شايفين بقى. يعني حاجة سهلة جدا جدا، وكمان نظافة، تعملي حاجتك في البيت احسن ما تروحي تشتري بقى. مش هياخد منك وقت، انت واقفة كده يعني والله ما بيكمل الساعة، وتبص تلاقيهم خلصوا معاكي بسرعة. وهخبزهم جنب مني في الفرن اللي هي الحراري يا جماعة الخير.
بعد بقى ما اشكل كل كرات العجينه اللي قدامكم كده يا جماعه الخير زي ما انتم شايفينها واخلصها، هجيب بقى كده لبن يعني كده مش كتير، وهدهن كل اللي هو ايه العيش الفينو بتاعي والعيش الكايزر، هدهنه لبن وهرش عليه بالسمسم، ممكن ترش حبه البركه زي ما انت عايزه يا ست الكل. خلاص عشان يكون شكله جميل كده معاك. شايفه الصامت بقى بتاعي العيش الفينو، هنا بنقول على صامت يا جماعه الخير. كل بلد بقى بالمسمى بتاعها اللي هي بتسميه، يعني هو اسمه عيش فينو واسمه صميد. شايفين رشيت عليه بقى كده، ما استنتش لما خمر يا جماعه، لان لما بيخمر وتيجي بقى تدهيني وشه بتفش الخمر بتاعه. فانا بعد ما بخلص على طول تقطيع، على طول يا جماعه الخير بعد ما بخلص تشكيل العيش الفينو بتاعي بدهنه باللبن وارش عليه السمسم، وبعد ما يخمر بحطه في الفرن اهو زي ما انتم شايفين يا جماعة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين ما شاء الله، ده العيش الكايزر وتحت منه العيش الفينو. حطيته في الفرن الحراري زي ما انتم شايفين بقى. حطوا اللايك بالله عليكم اللي منا، ايه رأيكم يا جماعة الخير؟ تسلم الايادي يا امي منا ما شاء الله. شايفين يا غاليين اهو. عبى الصينية بتاعتي بقى، شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله اجمل عيش كايزر تاكلوه من ايدين ومنا. ايه رأيكم يا جماعة الخير؟ بالله عليكم تحطوا اللايك. هخبز كل العيش بتاعي بالشكل ده. وخلاص يا جماعة الخير خلصنا العيش الفينو بتاعنا والعيش الكايزر. قولوا لي بقى رأيكم ايه، مستنية بقى تكتبوا لي في الكومنتات رأيكم ايه في العيش الفينو بتاع ام منا. ما شاء الله تسلم الايادي يا ام منا. شايفين هش وجميل ازاي؟ شايفين قطن ازاي يا جماعة الخير؟ ما شاء الله روعة ما شاء الله. ايه رأيكم؟ حطوا لايك بقى لام منا بالله عليكم. عايزة اقول لكم ان هو طري جدا جدا اهو. شايفين اول ما تخرجيه بقى من الفرن تحط عليه فوطة نظيفة كده تغطيه يعني وتسيبيه، وبعدين تشيليه بقى من اللي هو السجان بتاعته بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ما شاء الله هش جدا جدا، قطني جميل خالص. ايه رأيكم يا جماعة؟ بالله عليكم تحطوا لايك لأم منا لو عجبكم العيش الفينو بتاع أم منا. حط اللايك يا أمرايا، أيوة انتي اوعي تنسي تحط اللايك لأم منا. حط اللايك بالله عليكي. يلا بقى ندخل على الكبدة. زي ما انتم شايفين معايا كيلو من الكبدة يا جماعة مقطعاه كده يعني شرايح مكعبات صغيرة جدا، ومعايا كمان اللي هو الفلفل الرومي اهو، ومعايا بصل، ومعايا راس تومة. هنعمل بقى أجمل كبدة النهاردة هتاكلوها من ايدين أم منا، كبدة العربيات. حطيت بقى على الصينية بتاعتي دي اللي أنا بعمل فيها ايه، فيها زيت وفيها زبدة. استنيت بقى لما الزيت والزبدة قدحوا تمام، تستني عليهم لما يسخنوا جامد تنزلي بالكبدة بتاعتك، وهنفضل نقلب يا جماعة الخير. هنفضل نقلب بالشكل اللي انتم شايفينه ده لغاية بقى ايه الكبدة ما تنزل كل المية اللي فيها وترجع تتشربها تاني. شايفين يا جماعة الخير هنا بقى ايه الكبدة نزلت كل المية اللي فيها. هنستنى عليها لغاية لما ترجع تتشربها يا جماعة. خلاص. احمد ابني ده اللي بيكح بالله عليكم تدعوا له ربنا يشفيه، والله الحساسيه تعباه جدا، مش عارفه اعمل معاه ايه. بياخد العلاج بس يعني مفيش يوم يعدي عليه هو يكون كويس وخافف الا لما ترجع له تاني الحساسيه. الكحه بتاعتها وحشه جدا. ربنا يا رب يشفي كل مريض حساسيه ويشفي جميع المرضى. قولوا امين يا غاليين. شايفين بقى نزلت بالملح والتوابل بتاعت الكبده يا جماعه، الفلفل الاسمر والكمون تمام، وهنقلب وكزبرة طبعا، وهنقلب عشان تديها طعم وريحة. هنقلب بالشكل ده. يا سلام يا ام منى يا تكاتك يا حركاتك. عايزه اقول لكم ان هي نفس الطريقه بتاعت العربيات دي، بيعملوها بنفس الطريقه دي. بعد بقى ما تتشرب كل الميه اللي هي نزلت منها هنزل بالبصل واقلب، وهنزل بايه، وهنزل باللي هو الفلفل الرومي. وعايزه اقول لك تعرفي ازاي ان الكبده شربت الميه بتاعتها؟ لما تبص تلاقي الماده الدهنيه اللي انت حطيتيها ظهرت، والميه كلها مفيش ميه اختفت منها. شايفين يا غاليين؟ وهفضل اقلب بقى كده، وبعدين هنزل بالفلفل الرومي. يلا بقى كلنا نصلي على الحبيب وندعي لحبايبنا يا غاليين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض يتألم. يا رب تشفي كل مريض يتألم. يا رب تشفي ابني أحمد، تشفي أمي يا ربي. ادعوا لها يا جماعة الخير ربنا يشفيها ويعافيها يا رب كده، ويشفي جميع المرضى يا ربي. يا رب تشفي جميع المرضى. اللهم امين يا رب العالمين، داخل مصر وخارج مصر وجميع دول العالم. يشفي كل مريض يتألم. قولوا امين بالله عليكم.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن يشفيكِ يا ملوكة يا قلبي، يا رب يشفيكِ شفاء لا يغادر سقما، ويساعد والدتِك ويعينها عليكِ، اللهم آمين يا رب العالمين. قولوا آمين يا غاليين. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن يرزق كل أم بالولد الصالح اللي يقر عينها ويفرح قلبها. يا رب كده كل أم محرومة من الذرية اديها توأم، ويرزق كل فتاة بالزوج الصالح اللي يقر عينها واللي يحفظها ويصونها ويعزها في بيته ويعفها، اللهم آمين يا رب العالمين. قولوا آمين يا غاليين، بالله عليكم تقولوا آمين. كل واحد هيقول آمين لنصيب في الدعوة بتاعت أم منى. وعايزة أقول لكم إن دعوة 40 غريب مجابة، أيوة مجابة في ظهر الغيب. أنا لما أدعيلك في ظهر الغيب في ملك بيدعيلك كمان، في ملك بيقولك مثلها 10 مرات، فمش هنخسر حاجة لما ندعي لبعضينا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن ينجح طلبة الثانوية العامة، يا رب تنجحهم وتقف معاهم. الطلبة دلوقتي بيمتحنوا، يا رب تنجح جميع الطلبة في جميع مراحل الدراسة، أولى ثانوي أولى إعدادي، كل الطلبة يا رب تقف معاهم وتنجحهم. يعني عندهم امتحانات بكرة، يا رب تقف معاهم وتنجحهم، اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب ما تضيع تعب أي حد، يا رب تحقق للشباب أحلامهم وطموحاتهم يا ربي. و آه اللهم آمين يا رب العالمين. أحمد بيكح جنبي وندعو له بالشفاء بالله عليكم. يا رب كده تنجح كل الطلبة يا ربي وتحقق للشباب أحلامهم، اللهم آمين يا رب العالمين. وترحم أمواتنا، يا رب ترحم أمواتنا رحمة واسعة، يا رب تسكنهم الفردوس الأعلى. بالله عليكم أسألكم الدعاء لأختنا أم لؤي، دي متابعة عندي يا جماعة، والدتها توفت قريب. أسألكم لها إن ربنا يصبرها، ادعوا لها إن ربنا يصبرها، يديها قد محبة والدتها في قلبها صبر. بالله عليكم تدعوا لها يا جماعة الخير بالصبر والثبات، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يرحم جميع الأموات يا ربي، ترحم أمواتنا جميعا. كلنا قلوبنا موجوعة، كلنا ناس راحت مننا غالية على قلوبنا، قلبنا موجوع عليهم، يا رب ترحمهم رحمة واسعة، يا رب تسكنهم عندك في الفردوس الأعلى، يا رب تسكنهم الفردوس الأعلى، اللهم آمين يا رب العالمين. ايه رأيكم في الكبدة يا جماعة الخير؟ شايفين الكبدة؟ هي دي كبدة العربيات، ما شاء الله تسلم الآيات يا أم منا. شايفين يا جماعة الخير؟ طبق السلطة بقى الجميل والبصل، شرايح البصل كده والليمون يا سيدي يا سيدي والبقدونس، ما شاء الله تسلم الأيادي. حطوا لايك لأم منا، شيروا الفيديو، المشاهدة الكاملة، الكومنت يا حبايبي يا غاليين. بحبكم كتير في الله. هو ده كان الفيديو بتاعي، انتظروني في فيديوهات تانية كتير عندهم منا أكلات مخبوزات حلويات كله عندهم منا. مع ألف سلامة.